هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. هاخد عين. عين ليه بقى عين المرة دي؟ أنا مصمم يكون معانا عين يعني المرة دي، رغم إن إحنا كنا هننساها بالتفاصيل. صفحة 7 سي في عريس دينا سمير غانم. من هو عريس دينا سمير غانم؟ هو دنيا سمير غانم. من هو عريس دنيا سمير غانم؟ هو الزميل رامي رضوان، مقدم برنامج أو واحد من البرامج المحترمة جدا في القناة على اون تي في لايف. هو يبدو ان هو في نفس التوقيت دلوقتي. لو قلبته حد عايز يشوف رامي رضوان او مش واخد باله منه، مع ان هو دلوقتي عالم كبير، اقلبوا دلوقتي هاتوا اون تي في لايف، هتلاقي صورة رامي رضوان قدامكم بيقدم برنامج. جايب فيديوهات، مش مشكلة الفيديوهات، المهم انهم يشوفوا عريس دنيا سمير غانم زميلنا العزيز بيقدم اون تيوب على اون تي في لايف حالا. مبروك رامي، ان شاء الله بالرفاء والبنين وتتجوز قريب. والعروسه بتدور على حسب ما الزملاء كاتبين في صحيفه عين، قد تكون دنيا سمير غانم واحدة من أكثر الفنانات التي تعرضن لشائعات الارتباط والخطوبة منذ التحاقها بالوسط الفني، وذلك قبل أن يضع يوم 3 مايو المقبل حدا فاصلا لتلك الشائعات والأقاويل، حيث يعلن النجم سمير غانم يوم الخميس المقبل خطبة ابنته رسميا اللي هي دنيا على رامي رضوان، مقدم برنامج اون تيوب على قناة اون تي في لايف. من جهتنا واحتراما للخصوصيه لن نصرح باسم المكان الذي سيحتضن الحفل، ده الزميل عبد الله غلوش للخصوصيه طبعا، لكن ما علمناه ان دنيا سترتدي فستانا يحمل توقيع مصمم الازياء العالمي هاني البحيري، والحفل سيقتصر على اهل العروسين واصدقائهما المقربين فقط. لابد ان الزملاء في الاستوديو بينقلوا فرحهم للزميل رامي رضوان. وان شاء الله على فكره حاجه لطيفه انه اول او تي في ما اشتغلت كان فيها برنامج مهم جدا للفنان الكبير الاستاذ سمير غانم، فيبدو كان ساعه مع سمير غانم، فيبدو انه سمير غانم يعني كان حاطط عينه على رامي من 5 سنين ولا حاجه. اختم لبنتك وما تخطبش لابنك. طبعا رامي من الناس المؤدبه والمحترمه جدا في القناه، وان شاء الله نتوقع عليه مستقبل باهر ونبارك له مره ثانيه. مبروك رامي رضوان وخطوبته قريبا على دنيا سمير غانم. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.